المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم، أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. مستشفى بارونتو المرجعي يشهد خدمات جيدة. إعادة البنى التحتية المنهارة بفعل السيول في شعب. فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إيطاليا يقيم أنشطته. إيران تؤكد أنها لا تخشى العقوبات الأمريكية الجديدة. بدء حظر الطيران والتدريبات العسكرية قرب الحدود بين الكوريتين. واتفاقية التجارة الحرة عبر الهادي تدخل حيز التنفيذ بداية ديسمبر. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال المدير الطبي لمستشفى بارونتو المرجعي الدكتور يعقوب حسن إن المستشفى يقوم بأنشطة فعالة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وذكر أن المستشفى يضم جميع الأقسام الأساسية لتقديم خدمات جيدة، حيث قدم العلاج في النصف الأول من هذا العام لحوالي 20,000 مريض مراجع و2500 مريض نزيل بالمستشفى. وأشار إلى القيام ب 210 عمليات جراحية مختلفة إلى جانب 541 عملية جراحة للعيون وخدمات طب الأسنان والولادة. وذكر أن قسم الولادة ورعاية الخدج يضم معدات متطورة لتقديم خدمات عالية الجودة. وقد بدأ قسم العيون الفحوصات وتقديم النظارات الطبية مجانا. وأوضح الدكتور يعقوب حسن أن الجهود تبذل لتوظيف أطباء أكفاء، ويضم المستشفى حاليا 135 مهنيا صحيا، بينهم 9 أطباء و70 عاملا إداريا. وقال إن المستشفى يقدم الخدمات في التخصصات المطلوبة ولا يوجد سببا للمرضى في الذهاب للمستشفيات الأخرى، داعيا المؤسسات الصحية في المديريات تنوير المواطنين بذلك. في إطار إعادة البنى التحتية الزراعية التي تأثرت بفعل السيول المنحدرة من الجبال يوم 21 من أكتوبر المنصرم في مديرية شعب، تجري أنشطة مدعومة بالآليات للمناطق المتأثرة. وقد تسببت السيول القوية وخاصة في وادي ماي أولي في انهيار الحواجز المائية بطول 1500 متر الذي شيد في الفترة القريبة الماضية، وتدمير قناة المزروعات في جعينب. وقد دمرت السيول معظم المزارع الواقعة في مساحة أكثر من 3500 هكتار. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد حسن جمع أن أعمال الصيانة في البنى التحتية للمزارع في 5 ضواحي متضررة تجري بالآليات، مشيدا بالمشاركة الشعبية في العمل. وشكر المزارعون الاستجابة السريعة للحكومة لطلبهم والذي يدفعهم لمزيد من العمل والجهد. هذا وتوجد في مديرية الشعب مساحة أكثر من 8,000 هكتار من الأراضي الزراعية المطرية في موسمي أمطار الخريف والشتاء للهضبة والساحل. نظمت وزارة الثروة البحرية دورة تدريبية وتطبيقية لمزارعي مناطق سومومو ومايلافو وعد عخيلو وعد صقار بمديرية عدو خالة لتربية الأسماك في المياه العذبة وأساليب الصيد وطهي الأسماك. وهدفت الدورة التدريبية التي استغرقت أسبوعا واحدا من تمكين المواطنين البعيدين عن البحر ثقافة تربية الأسماك في السدود والاستفادة منها. وأوضح عضو مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الجنوبي الشاب إسياس أسفها أن الدورة شملت أساليب تربية الأسماك في المياه العذبة والقيمة الغذائية للأسماك وفرص العمل التي يخلقها برنامج العمل على الأسماك وكيفية طهيه. وأشار المشاركون في الدورة التدريبية إلى دورها الرامي لتحسين حياتهم المعيشية عبر هذه البرامج، مستفيدين من السدود الكبيرة. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا اجتماعا يومي 27 و28 من أكتوبر بمدينة بولونيا لتقييم أنشطته السنوية. وبحث الاجتماع الذي شاركت فيه ممثلات الفرع من 13 مدينة إيطالية المميزات والقصور في العمل ووضع خطة عمل مستقبلية تماشيا مع مرحلة السلام الراهنة.
وقدمت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا السيدة نيجستي تساغاي توضيحا بشأن مشروع مركز التدريب المهني الذي يشيده الفرع في مدينة كرن. من جانبه قدم سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاتيون بطرس شرحا عن الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات السلام، منوها إلى عمل فرع الاتحاد الوطني للمرأة بتسيير أنشطته بالتناغم مع هذه التطورات. وقدم المسؤولون في مدينة بولونيا كلمة تضامنية في الاجتماع. عقدت وزارة الصحة سيمينارا في مدينة عد قيح لأصحاب وعمال المرافق الخدمية والسكان لمكافحة الأمراض المعدية. وأوضح مسؤول مشروع مكافحة الإيدز والأمراض التناسلية في الإقليم الجنوبي السيد أسفاو جبر ميكائيل أن جهود المكافحة خفضت من الإصابة بهذه الأمراض، داعيا المواطنين لتوخي الحذر منها. من جانبها دعت المدير العام لقسم السياحة في الإقليم الجنوبي السيدة أسمرت أبرهة المرافق الخدمية لحسن الضيافة وضمان النظافة. كما قدم مسؤول العمل في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد تسفى مريم جبريهوت شرحا حول قانون العمل وحقوق وواجبات العمل. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران لا تخشى العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستفرض خلال أيام. وحذر الرئيس الإيراني الشعب من أنه قد يواجه أوقاتا صعبة عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية جديدة، لكنه قال إن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتخفيف عنهم. وأعادت الولايات المتحدة فرض عدد من العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن في مايو من الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يهدفون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني وصفه لهذه الخطوة باعتبارها ظلما جديدا لا تخشاه حكومته. هذا وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن واشنطن تريد ممارسة أقصى حد من الضغوط على إيران بفرض عقوبات على صادراتها من النفط، لكنها لا تريد الأضرار بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على النفط. وتدرس الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستعطي بعض الدول التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني إعفاء من العقوبات التي ستسري على الصادرات الإيرانية. بدأ اليوم الخميس سريان حظر الطيران والتدريبات العسكرية قرب الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، مع سعي الدولتين للحد من التوتر بصورة أكبر. تجي هذه الإجراءات في إطار اتفاق عسكري تم التوصل إليه خلال قمة عقدتها الكوريتان الشهر الماضي في بيونغ، واشتمل على وقف كل الأعمال العدائية وإزالة الألقام ونقاط الحراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح تدريجيا. وأثارت الولايات المتحدة قلقا من أن يقلل الاتفاق من الاستعداد الدفاعي في وقت يشهد بطئا في تحرك كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أيضا إن الشمال اتخذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق، مثل تغطية المدفعية التي تم نشرها بطول الساحل الغربي العرضة لحدوث مناوشات. ويحظر الاتفاق أيضا التدريبات بالذخيرة الحية التي تشارك فيها طائرات ثابتة الجناحين وأسلحة أرض جو موجهة في منطقة حظر الطيران. وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مثل هذه التدريبات بانتظام إلى أن تقرر وقف التدريبات المشتركة في يونيو الماضي. تدخل اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي بدون الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 30 من ديسمبر القادم، بعد أن أعلنت أستراليا أنها أصبحت الدولة السادسة التي تصادق على اتفاق خفض الرسوم الجمركية.
ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسون الاتفاقية التجارية بأنها واحدة من أكثر الاتفاقات شمولا وطموحا في تاريخ البلاد الحديث، حيث أبلغت كانيرا نيوزيلندا باستكمال الإجراءات الداخلية. وينص اتفاق الشراكة الشامل عبر المحيط الهادي على دخوله حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إتمام 6 موقعين على الأقل للإجراءات المحلية اللازمة، وبعد الانسحاب الأمريكي المفاجئ من الإطار الأصلي المكون من 12 عضوا في عهد الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017. وقعت الدول المتبقية التي تمثل 13% من الاقتصاد العالمي على الاتفاقية المعدلة الحالية في مارس من هذا العام. وتعتزم اليابان ترأس الاجتماع الوزاري الأول في مطلع العام المقبل لمناقشة قبول هؤلاء الأعضاء في المستقبل وتطبيق الاتفاقية التجارية. رفع رئيس الوزراء الهندي الستار عن أضخم تمثال من البرونز لسردار فالبهاي باتيل زعيم استقلال الهند وأول وزير داخلية في البلاد بعد مغادرة المستعمرين البريطانيين عام 1947. وبارتفاع 182 مترا يكون التمثال الأطول في العالم، أنشئ بتكلفة 403 ملايين دولار في كيفاديا، وهي قرية في ولاية كوجارتا. وسيحتوي النصب الذي بات يعرف باسم تمثال الوحدة على متحف يضم 40,000 وثيقة و2000 صورة ومركز أبحاث مخصص لحياة باتيل وإنجازاته. وكان مودي قد وعد بتنفيذ التمثال الضخم بالرغم من الانتقادات بأن الهند لا تستطيع اتفاق أو إنفاق الكثير من المال على مجرد تمثال. وكان باتيل يعرف بأنه رجل الهند الحديدي. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.